جزائري الأصل. خاتم سليمان. أنا خاتم سليمان، أنا خاتم سليمان. سي أحمد مبروك عليك خاتم سليمان في حلقة اليوم. جاوبنينا الهدية يا شاطر هات البرهان، والكل بنفكر شوية. يربح خاتم في الميدان يستمع عليه أحلى غنية، يربح خاتم في الميدان يستمع عليه أحلى غنية. سؤال حلقة اليوم من برنامج خاتم سليمان يا عثمان. تأخذ معنا الخاتم اليوم. سؤال ثلاث أشياء ما تدخلش الميزان يوم القيامة، وش هي؟ نقولوا الصوم. الصوم. العفو عند المقدرة. أيوة. على حساب عرفنا هي نقولوا احنا الشهادة. وش هي هذه الأعمال؟ هذه يا الشيخ الله أعلم. أنا خاتم سليمان. كل عام وأنتم بخير. خاتم سليمان اليوم في معلم من المعالم العريقة التاريخية الدينية الأثرية الكبيرة جدا في الجزائر وفي العالم الإسلامي قاطبة. إنه ضريح الفاتح، فاتح شمال إفريقيا، عقبة بن نافع الفهري. أنا خاتم سليمان. في مدينة سيدي عقبة، هذه المدينة العريقة، المدينة التاريخية. معنا الأخ نتعرفوا عليك الاسم الكريم. عقيبة عثمان. سي عثمان، أنت من سيدي عقبة؟ من سيدي عقبة. مدينة سيدي عقبة يا عثمان هذه مدينة تاريخية عريقة، ممكن تقدم لنا هذه المدينة للمشاهدين؟ هو أولا وقبل كل شيء نقول لكم مرحبا، أهلا وسهلا بكم في بلدية سيدي عقبة، بلاد السحاب الجليل اللي فيها 350 شهيد ولا 300 على بالي، المهم 300 وش من الصحابة والتابعين. هاي من التابعين. صح. وش حنقول لك على سيدي عقبة؟ هي بلاد سحاب جليل، بلاد فاتح شمال إفريقيا. فاتح شمال إفريقيا. هذا الشيء اللي نعرفه. سؤال حلقة اليوم من برنامج خاتم سليمان يا عثمان. تأخذ معنا الخاتم اليوم. سؤال ثلاث أشياء ما تدخلش الميزان يوم القيامة، وش هي؟ يعني كل أعمال الإنسان تدخل الميزان يوم القيامة حتى تستوي الحسنات مع السيئات، إنما كاين ثلاث أعمال لا تدخل الميزان يوم القيامة. الله ورسوله أعلم. الأعمال تاع الإنسان. أيوة. العمل تاعو. محمد، أنت من سيدي عقبة؟ أنا من سيدي عقبة. ممكن تحكي لنا شوية على تاريخ هذه المنطقة العريقة، يعني مدينة سيدي عقبة؟ هي سيدي عقبة هي بلاد زينة، بلاد كرامة، بلاد رحمة، بلاد فقير. ولا سيدنا عقبة بن نافع وش تعرف عنه؟ سيدي عقبة نعرفوا باللي متابعين 340 صحابي تابعين عقبة بن نافع. والتاريخ نتاعو طبعا عقبة بن نافع يوصل حتى المحيط الأطلسي، وين وصل بالحصان نتاعو قال له عرفت أن هناك ناس يعني لا دعوتهم إلى الإسلام ولا خضت هذا البحر هكذا. لا البحر ميداتهم. ومدينة سيدي عقبة الآن فيها هذا المركب الديني، يعني ما هو الدور تاع هذا المركب الديني الموجود في سيدي عقبة؟ هو الدور الإسلام هذا تاع الإسلام، يخرجوا منه علماء، يخرجوا من أئمة مؤذنين، إدارات ما شاء الله ربي يبارك فيها سيدي عقبة هذه. سؤال حلقة اليوم من البرنامج، من برنامج خاتم سليمان يا محمد. ثلاث أعمال من أعمال ما تتحطش في الميزان، وش هي الأعمال؟ نعرف أن قتل الروح. قتل الروح. خمر. أيوة، هذه يسموها الكبائر. الكبائر. إنما كاين أعمال مليحة، أعمال مليحة يقوم بها الإنسان إنما ما تدخلش في الميزان. وش هي هذه الأعمال؟ هذه يا الشيخ الله أعلم. أنا خاتم سليمان. ثلاث أعمال الإنسان لا تدخل الميزان يوم القيامة، ما هي؟ يعني كل أعمال الإنسان لازم تفوت على الميزان إلا ثلاث أعمال، وش هي؟ كاين الصوم. أيوة. صوم شهر رمضان يجزي به الله. كاين كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لمن أشاء. هذا الصوم. والزكاة. الزكاة. الزكاة مال. سي الأزهر، في برنامج خاتم سليمان اليوم سؤال الحلقة، كاين ثلاث أعمال لا تدخل الميزان يوم القيامة يا الأزهر، ما هي؟ النسيان والخطأ. أيوة.
والسكران. لا يا الازهر، هذه ماهيش اعمال، هذه صفات. احنا نتكلم على اعمال يقوم بها الانسان في الحياه ولكنها لا تدخل الميزان يوم القيامه. ثلاثه اعمال لا تدخل الميزان يوم القيامه. أنا خاتم سليمان. مدينة سيدي عقبة يعني بالنسبة للتاريخ تاعها وتاريخ تاع الصحابي الجليل، إلا أنها في السنوات يعني ما نقولوش يعني عندها مدة مهملة من الناحية السياحية. كان المفروض تكون مقصد للعلماء. مقصد للعلماء وفيها معهد قراءات كان مخصص لمدينة سيدي عقبة. لذلك يعني النداء تاعنا نوجهوا للسلطات أن تولي اهتمام واضح لهذه المدينة، لأنهم مهتمين في بعض الأحيان بأشياء بعيدة أقل قيمة يعني. أقل قيمة من التراث. سي مبروك، احنا في شهر رمضان وانت معنا في برنامج خاتم سليمان. كل عام وانت بخير إن شاء الله. الله يبارك فيك. سؤال حلقة اليوم يا سي مبروك، 3 أعمال لا تدخل الميزان يوم القيامة. هي الصلاة على ما أظن. كيف تشوف الصلاة يعني في الحياة تاع الإنسان المسلم؟ الإنسان المسلم الصلاة هي عماد الدين. هي عماد الدين. إذا الإنسان لم يكن يصلي ما يكونش مسلم. صحيح. لأن هي الرابط الوحيد بينه وبين رسول الله. أما من صلى على رسول الله أو سلم عليه فيقوم من مقامه ويرد السلام. على من صلى وسلم عليه. لأن كان البعض يقول من سامحهم الله يقول لك سيدنا رسول الله يعني انتهى، انتهى كما هو كما الناس. أما اليوم في اللحظة هذه اللي رانا فيها لما تقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يقوم من مقامه ويرد السلام على من صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حلقة الغد مشاهدينا الكرام، أنت أعطيتنا فكرة أنها ستكون حول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن تكلمنا على مدينة سيدي عقبة للمشاهدين؟ والله مدينة سيدي عقبة يعني مدينة تاريخية، وللأسف منطقة كما هذه يعني فيها حوالي 400 صحابي، يعني تكون منطقة يعني منسية معزولة ومنسية. أنا نوجه نداء من خلالك يا مصطفى ومن خلال الكاميرا اليوم إلى ضرورة الاهتمام بمدينة سيدي عقبة وجعلها معلم سياحي ديني يستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، مش فقط في الجزائر. سؤال حلقة اليوم من البرنامج، 3 أعمال لا تدخل الميزان يوم القيامة يا مصطفى، ما هي؟ 3 أعمال نقولوا الصوم، العفو عند المقدرة. أيوة. الصوم لا يدخل الميزان يوم القيامة. أنت راه معك إجابة واحدة في هذه الحلقة تاع اليوم. أنا خاتم سليمان. مشاهدين، معكم دور. من أين اشتق اسم رمضان؟ 1 من شدة الحر، 2 من شدة البرد. أرسلوا 1 أو 2 مع اسمكم الكامل في رسالة قصيرة إلى الرقم الذي يظهر على الشاشة. نعلن عن أسماء الفائزين نهاية كل أسبوع. أنا خاتم سليمان. سي أحمد منا من سيدي عقبة. ممكن تقدم لنا مدينة سيدي عقبة للمشاهدين؟ مدينة سيدي عقبة هي نسبة للبطل والصحابي الجليل عقبة بن نافع فاتح شمال إفريقيا الذي استشهد في سبيل الله برفقة أصحابه ما يقارب 360 صحابي. أقيم على سيدي عقبة مسجد لهنايا في المدينة. كيف تشوف دور هذا المعلم الديني في المدينة وفي الجزائر؟ معلم هو تقريب في تخريج العلماء ومعهد كبير يتوافد عليه من جميع التراب الوطنية والطلبة وأنحاء العالم الإسلامي. سي أحمد، احنا في شهر رمضان في برنامج خاتم سليمان. ترك معنا سؤال حلقة اليوم، 3 أعمال من أعمال الإنسان لا تدخل الميزان يوم القيامة. أولا 3 أعمال الصبر. أول شيء الصبر.
أول عمل لا يدخل الميزان يوم القيامة هو الصبر، لأن في القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثاني عمل الصوم. الصيام لا يدخل الميزان، لأن في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، فأجره يعني لا يقدر بشيء. والثلاثة العفو، هذا المقدرة، العفو عن الناس. العفو عن الناس، العافون عن الناس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فلذلك لا يدخل الميزان يوم القيامة. إذن عندك 3 أعمال: الصبر الصوم والعفو عن الناس. وينادي مناد يوم القيامة. أيوة، وش يقول هذا المنادي؟ أين هم الذين يؤتون أجرهم بغير حساب؟ فيأتي العافون عن الناس والصائمون والصابرون. وسي أحمد، مبروك عليك خاتم سليمان في حلقة اليوم. قدم تحياتي إلى جميع سكان سيدي عقبة وولاية بشكرة وجميع الأمة الإسلامية.